بسم الله نبدأ في كلامي، وخير القول نبدأ بالسلام على الرسول صلاة وسلامي شفيع الكل في يوم الزحام. وللأجواد نهديهم سلامي، سلام بود ديما واحترام، اللي في الأصل من خيرة مسامي، اللي في الحق ما يخشى وملام. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة من حلقات برنامج تراث البوادي، ونتمنى من الله أن الحلقة تنال إعجابكم وتصير فضولكم. معنا اليوم بعض المصطلحات البدوية اللي دايما الشعراء بيستخدموها في الشعر الشعبي وفي غناء العلم. المصطلحات هذه ممكن أغلبكم يعرفها، ولكن نحن موجهين الحلقة هذه للجيل الصغير اللي ما يعرفش بعض معاني المصطلحات هذه. وطبعا فواهق واجدة، كل فنان يغني على فاهقة. معنا أول المصطلحات مصطلح القديم، والقديم المقصود به الحب الأول أو الحب القديم، ويقصد به أيضا المحبوب الأول. كيف ما يقول الشتاي: قديم محوس لي الأفكار، علينا يخطر ليل نهار. ويقصد به الغناي أن الحب الأول دايما شاغل التفكير في الليل والنهار، إلى أن أصبح الشخص في حيرة من أمره. معنا أيضا مصطلح آخر، مصطلح الجديد، ويقصد به المحبوب الجديد أو المحبوب الحالي. كيف ما يقول الغناي: لقيت الجديد حنون، نساني القديمين كلهم. ويقول الغناي في الغناوة هذه إن محبوبة الجديد شخص حنون استطاع معاه نسيان ذكريات حبه القديم. معنا أيضا مصطلح آخر وهو مصطلح المرهون، وواجد من الرفاقة ما عندهمش معنى واضح عن المرهون، أو بيصير معاهم تداخل بين مصطلح المرهون ومصطلح الغني، وتوا نفسروا الاثنين مع بعضنا ونعرفوا الفرق بينهم. مصطلح المرهون هو مقصود به الشخص المرتبط بشخص آخر، ولكن الارتباط قد يكون خطوبة فقط. ولكن على العكس مصطلح الغني هو المقصود به الرجل المتزوج أو المرأة المتزوجة، وشرط يكون لديه أطفال ليصبح غني، فهو شخص مستغني عن علاقات الحب ولديه أطفال. فالفرق بين المصطلحين واضح. فالشخص المرهون مرات يفضى وتخلص من علاقة الارتباط، على خلاف الشخص الغني لا يفضى إلا في حالة الطلاق. كيف ما يقول الغناي: مرهون وسباي بداي، يقدر يجيب ويغيب بالدواء. يعني الشخص المرتبط يقدر يجيب دواي وهو قربة مني واستعادة علاقتنا، كناية عن قدرة الشخص المرهون على التخلص من علاقة الارتباط، وأيضا يستطيع أن يغيب بالدواء عندما يفضل البعد عني واستكمال علاقته الجديدة. وأيضا يطلق مصطلح المرهون على الشخص المتزوج وليس لديه أطفال، بمعنى تزوج من مدة قصيرة. كيف ما يقول الغناي: من يوما ابقي مرهون، رجاك فيه يا عين انقطع. ويقول الغناي: طالما حبيبه أصبح متزوج لا يفيد انتظاره، فقد أصبحت العلاقة مستحيلة. معنا أيضا غناوة توضح لنا أكثر المعنى وتوضح الفرق بين مصطلح المرهون ومصطلح الغني. يقول فيها الغناي: عزيزك اغني يا عين، لو كان غير مرهون يرتجى. بمعنى إن حبيبك يا عين أصبح شخص متزوج ولديه أطفال واستغنى عنك، ما عاد يفيد فيه الانتظار والرجاء. لو كان فقط مرتبط كان من السهل انتظاره حتى يتخلص من علاقته، ولكن الأمر أصبح معقد ولا يفيد فيه الانتظار. نستكمل إن شاء الله باقي المصطلحات تباعا في حلقات أخرى. سعدنا بمتابعتكم لنا، وإلى اللقاء في حلقة أخرى. تقبلوا تحياتي بهاء الفايدي من برنامج تراث البوادي. وطننا يا ترى لجدة
نشأت وطيار الخارجين وطننا وطننا يا ترى نشتاق ورفات الطيبين وطننا وطننا يا سبيل انشاد وطيار الخارجين وطننا